في نوع مشهور جدا من اعتراضات العملاء اللي هو بيبقى نوع من انواع الفولس اوبجكشن. احنا عارفين كلنا ان الاعتراضات بتبقى يا اما ترو يا اما فولس. في نوع معين كده من الفولس اوبجكشن عايز الفت نظرك ليه واتكلم فيه في بوينت. يعني دلوقتي واحد زي مصطفى غريب كده في المشهد راح يشتري بدله، فالبدله دي عجبته جدا فلقاها حلوه جدا، بص على السعر لقى السعر غالي قوي، مش عارف لقاها ب 15000. فقال للسيلز مان البدله دي اللون بتاعها مش عاجبني، روح هات لي منها اللون الفيروزي. فبيعجزه علشان ما يجيبش اللون عشان يعرف يمشي. تعال فكر معايا كده، هو اللي ما عجبش هنا الكاستمر ايه؟ اللون ولا السعر؟ السعر. طب اللي هو قاله للسيلز مان انه ما عجبنيش اللون ولا السعر؟ قال له اللون. طب هنا بقى المفروض السيلز مان الشاطر يعمل ايه؟ يروح يجيب له اللون اللي هو عاوزه او يرشح له اقرب لون. مهما عملت مش هتحل الكيس. عارف ليه؟ لان مشكله الكاستمر بتاعك اصلا مش في اللون ده اكسكيوز، حاجه كده تلكيكه عملها علشان ما يقولكش على اعتراض الحقيقي اللي جواه. الموضوع ده مهم جدا نفسيا، خلي بالك. عميل مش قادر يصطدم بيك ويقول لك على مشكلته الحقيقيه، فراح مطلع اكسكيوز تافه كده وصغير علشان يشغلك بيه، علشان الاعتراض الحقيقي يفضل جواه ويمشي بيه ويروح بيه وخلاص، وعلى كده ومش هيتحل الكيس. السؤال المهم جدا، هل النوع ده من الناس في اي مجال نقدر نتعامل معاه ونرجعه تاني لدايره البيع؟ وهل اقدر ابيع له؟ طب وده ممكن اعمله ازاي؟ مستني بقى اقتراحاتكم وخبراتكم الجميله كده نضيفها لبعض. عميل بيقول لك تلكيكه وجواه سبب تاني منعه من الشراء، المفروض ان انا كسيلز مان اعمل ايه علشان ابيع له؟ مستني بقى الردود والكومنتات.